النهارده هناخد 5 اسباب ليه السكوتر احسن وسيله مواصلات بالنسبه لي. يلا بينا نعرف. اول حاجه السكوتر اسرع كتير قوي قوي من العربيه. يعني مثلا المشوار اللي انت هتاخده في العربيه في ساعه وساعه ونص ممكن تاخده في السكوتر في نص ساعه بس. يعني مثلا ممكن نقول ان هو بيعمل شورت كاتس زي ما بتعمل مثلا لاي فولدر على الكمبيوتر بتاعك، بدل ما تدوس سيلكت على الفولدر وبعدين تدوس كابي، لا كنترول سي على طول. فهو السكوتر كده بالظبط. ممكن مثلا بدل ما تلف لفه طويله وتدور على اليوتيرن ممكن تاخدها عكس على طول. طبعا بهزر بس السكوتر اسرع بكتير قوي قوي مقارنه بالعربيه، وممكن يخرم في الزحمه وتوصل طريقك اسرع باذن الله. تاني حاجه ودي اهم حاجه، اوفر بكتير قوي من العربيه او حتى المواصلات او اوبر. في الوقت ده الناس كلها مفلسه، كل الحاجات اللي في الدنيا غلت، البيضه غلت، الفرخه غلت كل حاجه في الدنيا غلت. اي حاجه تروح تلاقيها زياده 10 20 جنيه، فخراب بيوت. فانا انصحكم يا جماعه ان تجيبوا سكوتر. انا بجد رحت وسط البلد من كام يوم، رحت مشوار ورجعت، اتكلف 30 جنيه بنزين او 25، ورحت ورجعت بهو وتقريبا هو اصلا كان فيه من الاول، فانا ما فاتش اي حاجه حسب طبعا استخدام كل واحد. بس التفويله بتاعته لو هو فاضي خالص بيبقى مثلا تقريبا 40 جنيه، يعني حاجه 42 مثلا. بس هو كل يومين بلاقيه اقل شويه، فبروح ادفع 20 جنيه مثلا 23 في البنزينه، وبيتملى على اخره وبيكفيني كتير قوي قوي. وبروح مشاوير كبيره، ممكن لو ركبت مواصلات او اوبر او كده هدفع ضعفهم 3 اضعافهم كمان. لو عايز تحافظ على جيبك خلي الموتوسيكل يوديك ويجيبك. تالت نقطة معانا النهاردة، السكوتر بجد يا جماعة بيسهل كل الحياة اليومية. يعني مثلا أنا كألفت بعمل إيه بالسكوتر؟ بطلع أجيب خضار، أجيب حاجات البيت، أطلع براحتي ألف زي ما أنا عايزة. معايا الكرسي بتاع السكوتر، الكرسي بتاع السكوتر مش بيكفي قوي، فأنا بقى ساعات بعلق قدام السكوتر كده زي ما أنا هوريكم. اشتريت بوكس، البوكس ده الصراحة يعني هو حلو جدا معايا وماشي كويس. أنا لما جبته كان سعره كويس، وبعد كده تقريبا بقى الضعف، بس أنا أرشحه لكم برده برغم إن هو زاد. هو بيكفي خوستين وبيكفي كل حاجه انا عايزاها. ممكن اجيب ب3 4 كيلو بطاطس مثلا ومش عارفه كام كيلو طماطم. بجد بيكفي جدا جدا. فانا ارشح لكم البوكس ده معاكم عشان يسهل لكم كل حياتكم. بغض النظر عن الخضار والحاجات اللي انا بشتريها للبيت، لو عايزه اروح اي مشوار قريب بروح، لو حتى بعيد بروح. بيسهل عليا دنيتي بدل زحمه المواصلات وتلزيق. وانتوا عارفين طبعا مصر وخاصه القاهره زحمه جدا. بجد يا جماعه انا نصيحتي ليكم ان انتوا تجيبوا سكوتر بيسهل لكم كل حياتكم، بدل زحمه المواصلات، بدل تكاليف مواصلات. وممكن مثلا تقف في مشروع يحمل ساعتين مثلا، انت مستعجل، فانت مالك نفسك راكب السكوتر رايح المشوار، راجع من المشوار براحتك خالص، محدش هيقول لك بم. عن تجربه شخصيه ما بقتش اتبهدل في المواصلات، اتبهدل برضو في اوبر السكوتر هو الحل. رابع سبب احب اقوله لكم ان هو بجد متعه كبيره جدا جدا، محدش هيحسها غير اللي بيسوق سكوتر ومستمتع بيه. انا مثلا كألفت اول ما جبت السكوتر قعدت الف بيه كل يوم نص ساعه، تلت ساعه، بالساعه كمان. كل يوم تقريبا بمشي 30 كيلو او 25 من كتر ما انا متحمسه ومبسوطه. وايام مخنوقه مثلا بطلع السكوتر وبفك والف والهواء يدخل كده من كل حته. فبجد يا جماعه السكوتر ممتع جدا جدا. ده غير في خلال رحلتي في سواقه السكوتر انا اتعرفت على ناس جميله جدا جدا، منها الاستاذه ولاء اللي هي صاحبه مؤسسه سوق سكوتر، انا بحبها جدا. هناك في المدرسه بيعلموا سكوتر برضو، ليها ناس من كل انحاء الجمهوريه، كل المحافظات تقريبا. اتعرفت كمان على بنات كتير قوي خلال الرايدات اللي هم بيعملوها. هم بيعملوا رايدز، بيمشوا كذا بنت بالسكوتر، ممكن توصل 30 او 40 او اكتر كمان. بجد الموضوع بيبقى ممتع جدا، بتعرف على كل الناس وبتعرف رحلتهم ازاي يتعلموا سكوتر وازاي اقنع اهلهم ان هم يركبوا، وقد ايه السكوتر فارق في حياتهم. فاي بنت حابه تتعلم سكوتر انا بنصحها تطلع رايد وتشوف ناس كتير جميله في مجال السكوتر، وكلهم بنات بيعملوا رايدز، بنات بس، في بنات وولاد طبعا، بس السكوتر متعه غير طبيعيه. خامس سبب وده الاخير، ان السكوتر بجد يا جماعه بيخليكي تكتشفي اماكن جديده عمرك ما شفتيها. يعني مثلا لو انت مثلا حابه تروحي مكان في القاهره او في اي محافظه تانية ونفسك تروحيه وتلفي وتعملي حاجات، وخاصه في القاهره، ليه؟ اولا عشان انا ساكنه هنا، ثانيا علشان بجد هي كبيره قوي فتحتاج مننا مجهود شويه ان احنا نوصل، ومترو ومواصلات وحاجات. فلو اي مكان نفسك تروحيه في القاهره او غيرها انت تقدري تروحيه بالسكوتر وتروحيه لوحدك وتقدري تلفي بيه، بس خلي بالك طبعا لا يتسرق، وتقدري ان انت تلفي بيه براحتك وتكتشفي الاماكن الجديده دي. انت حره نفسك، معاكي موبايلك الGPS بتاعك ومعاكي وسيله مواصلاتك، تقدري تروحي في اي حته في مصر وتكتشفي اماكن جديده بالماب. انا رحت سور الازبكيه ورحت كذا مكان تاني، اكتشفت اماكن جميله، واول مره كنت اروحها، وعمري ما كنت اروحها بالعربيه لان الدنيا زحمه جدا، وعمري ما كنت اروحها بمواصلات لان ما فيش مواصله هتخش بيا براحتي، وكنت هتبهدل خالص، وعمري اصلا ما كانش هيبقى في نفسي ان انا اصلا
انزل من البيت لو معيش حاجه مريحه اوصل بيها بالسلامه باذن الله. واخر حاجه احب اختم بيها ان السكوتر طبعا في عيوب زي ما في مميزات كتير قوي قصادها في عيوب، لكن انا في الفيديو ده بتكلم عن المميزات وبتكلم انا السكوتر ازاي بيسهل حياتي وبيسهل عليا دنيتي وازاي هو بجد فارق معايا في حياتي. وهعمل فيديو تاني عن عيوب السكوتر لو حد حابب يعرف ايه هي العيوب طبعا هعملها فيديو تاني. وشكرا جدا جدا ان انتوا وصلتوا للنقطه دي. ولو حد حابب يتعلم سكوتر انا بدرب سكوتر للبنات في القاهره، لو حد حابب يتعلم سكوتر يتواصل معايا على الواتساب وهكتب رقم التليفون في الديسكربشن او في اول كومنت، فتابعوا معايا لو عايزين تتعلموا سكوتر يسهل عليكم حياتكم. يلا بينا.